السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم غنشارك معكم هاد الكيكة ديال الليمون. بما ان الليمون تبارك الله موجود، غادي نشارك معكم هاد الكيكة ديال الليمون ان شاء الله. وقبل ما نبداو الفيديو نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا البنات خليكم معايا تاخذوا المقادير. كتجي كيكه رائعه وزوينه ان شاء الله. هادو هما المقادير كما كتشوفوا. عندي هنا 3 ديال البيضات، عندي 2 ديال وقشره ديال ليمونه مبشوره، وقبيصه ديال الملحه، وكاس مع مرش الزيت، كاس وربع ديال سنيده، تكون سنيده رقيقه. وعندي كاس ديال الليمون غادي نخليه مزيان مع شويه ديال السكر. وهادو دابا 3 ديال البيضات غادي ناخذوهم ان شاء الله. غادي نديروهم في طراب مولينيكس، غادي نخدموهم في مولينيكس ونبداو على بركة الله. عندي هنا 2 خمارات كذلك. الطحين عندي مغربل، يعني الطحين يكون الممتاز، الفرص الممتاز باش كتجي كيكه زوينه وطالعه. غادي ناخذ المولينيكس ديالي وغادي نخدم فيها هاد العناصر. كيكه عاديه يوميه اللي كنديروها لوليداتنا دائما. سبق لي وحضرت كيكات، ولكن هذه ديال الليمون عجبتني بزاف، قلت علاش ما نشاركهاش معاكم. وهانتوما معايا خذوا المقادير وكتجي البنات كيكه رائعه، وشي مذاق وشي نسمه ديال الليمون. كلشي كيعجبو الليمون الحامض، يعني كتجي واحد المذاق ما شهيتكم فيه. وهانتوما معايا وبصحتكم وراحتكم. القلب النشيد قالوا لي مولاي علي دابا خديت هاد البول كندير فيه العناصر اللي خدمت، ودرت داك الليمون مبشور كما كتشوفوا. درت هاد الليمون مبشور وغادي نخدم مزيان غير بالطراب اليدوي باش كتطلع لنا الكيكه زوينه. غادي ناخذ الطحين غادي نعبر بالكاس ديال العنبه. عندي واحد الكاس بما يعادل كاس العنبه. غادي ندير الكاس الاول، يعني غندير شويه بشويه
انا كبيت الكاس الاول. يلا البنات هانتوما معايا تبعوا الطريقه وغادي تنجح معكم الكيكه ان شاء الله. كتجي زوينه لا في المذاق ورائعه في الشكل، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال الانسان اللي متوفر عنده. وانتم غادي تشوفوا تزيين في الاخير ديالي انا كيفاش داير، بسيط على قد الحال، يعني كيكه يوميه لوليداتنا. وانتم معايا البنات. صلوا يا عباد على النبي الذي صلوا يا عباد على النبي الذي سيدنا محمد شفيع العباد سيدنا محمد شفيع العباد الله الله لوني لوني وأشكر الضياء لوني لوني. انا المولى دهنا غير بالزبده، ما رشيتوش بالطحين كما كتشوفوا. وغادي نصب الكيكه ديالي وغندخلها للفران بارد، يعني ما كنشعلش انا الفران، ما كنسخنوش، كندير غير بارد في بارد. ما يشفع في هذا العدد إلا محمدي سيدي وهي سيدي الله النبي يا رسول الله النبي يا رسول الله الله النبي يا رسول الله النبي يا رسول الله الله يا الله يا مولانا سيد الصلاة والسلام يا حبيب على سيدي وإلى سيدي الله والنبي يا رسول الله والنبي يا رسول الله الله والنبي يا رسول الله والنبي يا رسول الله يا لا ويا لا نمشى لحضرة. هانتوما عندي كاس ديال الليمون والسكر كلاص. وها الكيكه ديالنا وجدات كما كتشوفوا. بعد ما طيبت داك السكر والليمون جاني على شكل كريمه، كنطيبوه فوق العافيه، يعني السكر حتى كندوبو مزيان فوق النار في شي كاسرونه ولا كنطيبوه. وغادي نسقي به الكيكه من بعد ما خليته برد، السيرون برد والكيكه سخونه، وكنبداو نسقيو. غادي نقادو الجنيبات
يعني كيكة عادية بسيطة متناول الجميع. وسمحوا لي على العطرات اللي كنغسل، يعني لظروف خاصة. هذا مكان البنات، الله يجمعنا في الخير ان شاء الله، ونتمنى لكم الصحة والعافية، وتدوزوا ان شاء الله رمضان بالصحة وطول الأعمار وبالصيام والقيام ان شاء الله. وها احنا مستمرين ان شاء الله في الحياة، ومستمرين في اليوتيوب ديالنا، وحنا كنجامعوا اليوتيوب، دارنا معارف، دارنا أحباء جداد، دارنا خوت جداد، والحمد لله والشكر لله على النعم ديالو. انا زينتها بهاد الطرونشيات ديال الليمون، يعني دابا الليمون تبارك الله متوفر. غادي نزيد واحد العريشات ديال اللقامه، يعني للتزيين فقط. وهذه هي الكيكه ديالنا، هي وجدات. ونتمنى تدعموني وتشاركوا معايا في القناه ديالي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم.